قرر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل الانسحاب من صفقة التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وميسي البالغ من العمر 35 سنة يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي حتى 30 من يونيو 2023. وبالتزامن مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق الباريسي، قدم نادي الهلال عرضا تاريخيا إلى الأسطورة الأرجنتينية لضمه إلى صفوفه مقابل 300 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد. وفي هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي عيسى المسمار انسحاب الإدارة الهلالية من صفقة ميسي بعد أن ضعفت فرص قدوم اللاعب إلى المملكة العربية السعودية. وكشف المسمار عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر عن أن انسحاب الهلال جاء بعد تصريحات ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان وتحركات نادي برشلونة الإسباني والخليفي صرح بأن إدارته تعمل على تجديد عقد ميسي في الوقت الذي يحاول فيه برشلونة إقناع الأسطورة الأرجنتينية بالعودة إلى النادي مجددا. وأشار الإعلامي الرياضي إلى بحث مسؤول الهلال حاليا عن لاعب عالمي كبير لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي القادم. جدير بالذكر أن تقارير محلية وعالمية تؤكد على أن اللاعب العالمي الذي يسعى الهلال لضمه بديلا عن صفقة ليونيل ميسي هو الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور جناح باريس سان جيرمان. في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو.